اشرف حكيمي قال تصريح عن محمد صلاح، بس التصريح ده اكبر من محمد صلاح نفسه. التصريح ده بيفتح باب مهم جدا عن سر الفرق ما بين الموهبه والنجوميه. حكيمي ظهر في مقابله مع شبكه اي بي تيل وقال كلام عظيم جدا. قال اننا دايما بنركز على البرازيل وفرنسا واسبانيا، لكن كعرب وافارقه بننسى ان احنا اتربينا على كره الشارع. والجمله دي لوحدها محتاجه نقف عندها، لان حكيمي هنا مش بيتكلم عن ذكريات الطفوله وخلاص، هو بيتكلم عن اصل الابداع. كره الشارع دي مش مجرد كره صغيره في حاره، دي مدرسه كامله. مدرسه ما فيهاش مدرب يقول لك اعمل ايه، ما فيهاش خطه مرسوم، ما فيهاش مساحه كبيره، ما فيهاش رفاهيه. احيانا بتلعب حافي، واحيانا بتلعب في شارع ضيق، احيانا الجون بيبقى ما بين حجرين، واحيانا القانون الوحيد هو انك تعرف تخرج من الزحمه. وهنا بيتولد الذكاء، وهنا برضو بيتولد الابداع، وهنا اللاعب بيتعلم ان الكره مش بس قوه وسرعه، الكره خيال، قرار، خدعه، وفي الاخر لمس، وانك تعرف تعمل حاجه محدش متوقعها. صلى على النبي في قلبك واعمل لايك، ويلا نكمل الحكايه. حكيمي كمل كلامه وقال ان الفرق ما بيننا وما بين الغرب هو العقلية، وقال جملة صريحة جدا: احنا كعرب بنحب الكسب. وبعدها ضرب المثال بمحمد صلاح، قال بص على محمد صلاح، وصل للسن ده ولسه بيشتغل، سواء في الجيم او اهتمامه بالاكل ونوعية حياته. وقال ان صلاح خير مثال للعقلية. وهنا بقى حكيمي لمس الحقيقة من الاخر، لان الموهبة لوحدها مش كفاية. عندنا في افريقيا والعالم العربي مواهب كتيرة جدا، يعني من اكتر مناطق العالم اللي بتطلع لعيبة عندها خيال بالكورة. ليه؟ بسبب النشء، بسبب كرة الشارع، بسبب الملاعب الصغيرة، بسبب ان اللاعب يتعلم من وهو صغير يعدي من 2 و3 في مترين بس، يتعلم يحمل كرة بجسمه، يتعلم يلمس الكرة ببطن رجله، يتعلم يخدع اللي قدامه بنظرة او بحركة كده. وده اللي بيخلي مواهب افريقيا وامريكا الجنوبية مختلف، فيها روح وفيها جنون، فيها حاجة مش بتدرس بسهولة في الاكاديميات. لكن المشكلة بقى ان الموهبة احيانا بتضيع، مش علشان اللاعب مش شاطر، لكن علشان العقلية مش مكتمل. وهنا بقى يظهر الفرق ما بين لاعب موهوب ولاعب عالمي. محمد صلاح مش استثنائي لانه اكتر لاعب موهوب في تاريخ العرب، لا، صلاح استثنائي لانه اكثر لاعب التزام. ودي الحقيقة اللي ناس كتير مش بتحب تسمعها. في لعيبة ممكن تكون امتع من صلاح بالكورة، وفي لعيبة ممكن تكون عندها مهارة طبيعية اعلى، وفي لعيبة ممكن تعمل حاجات في التدريب تخليك تقول ده مستحيل. لكن صلاح عنده حاجة اخطر: الاستمرارية. كل يوم بنفس الالتزام، كل موسم بنفس الجوع، كل سنة بنفس التطور، أكل محسوب، نوم محسوب، تدريب محسوب، جيم، تعافي. تفاصيل صغيرة جدا لكنها بتعمل فرق، بتعمل الفرق ما بين اللاعب يلمع سنين ولاعب يفضل في القمة سنين طويلة. وده نقطة حكيمي فاهمها كويس، انك ممكن تطلع من الشارع بموهبة كبيرة، لكن علشان تبقى محمد صلاح لازم تضيف للموهبة ديت عقلية حديد. لازم تبقى محترف في كل حاجة، مش بس في 90 دقيقة. الاحتراف مش لما تنزل الملعب بس، الاحتراف في اكلك، في نومك، في جسمك، في ردة فعلك بعد الفشل، في تدريبك لما محدش شايف، في اختيارك انك ما ترضاش بالمستوى العادي. عشان كده تصريح حكيمي جميل جدا، لانه طالع من لاعب فاهم الرحلة، فاهم اننا كعرب وافارقة عندنا مادة خام عظيم، عندنا خيال، وعندنا جراءة، وعندنا لعيبة اتربت على الابداع تحت الضغط. لكن اللي ناقص احيانا هو عقلية صلاح، عقلية ان الموهبة بداية مش نهاية، عقلية ان الشارع يديك الخيال لكن الالتزام هو اللي هيوديك للعالمية. والاجمل في التصريح ده ان حكيمي ما كانش بيجامل صلاح، ده كان بيقول الحقيقة. صلاح بقى مثال بس للجيل المصري، لكن لأي لاعب عربي وافريقي عنده حلم كبير. مثال انك تقدر تطلع من بيئة بسيطة وتوصل لأعلى مستوى وتفضل هناك، بشرط انك تدفع ثمن الحلم كل يوم. وعشان كده انا شايف ان كلام حكيمي بيثبت انه انسان حقيقي وسالك جدا. رغم انه نجم كبير وقائد منتخب المغرب، عنده تواضع انه يشاور على لاعب عربي تاني ويقول ده مثال للعقلية. وده شيء محترم جدا، لان الكبار الحقيقيين مش بيخافوا يعترفوا بقيمة الكبار. قبل ما اختم عايز اسألك سؤال مهم جدا: انت شايف ان محمد صلاح وصل لمكانته بسبب موهبته اكتر ولا بسبب العقلية والالتزام؟ واكتب لي كمان مين اكتر لاعب عربي شايف ان عنده موهبة كبيرة، ولو امتلك عقلية صلاح ممكن يبقى نجم عالمي. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس دايما علشان يوصلك كل جديد اول باول. كان معاكم احمد صابر من قناة المشاغف، واحنا هنا بنفهم الكورة مش بس بنتفرج عليه. سلام يا فرسان.